قول لي لو طالب واحد من ساعة ما النظام الجديد في العلم اتعمل في كفر الشيخ من أول الجمهورية مش موجود عند النمر في الجيولوجيا، أتحداك. بس للأمانة إلا طلاب علم الرياضة عشان ما بياخدوش جيولوجيا. أمال الطلبة بتاعت السنة اللي فاتت اللي كان أول حاجة 60 في الجيولوجيا، إحنا الموعد الأول لكليات الطب في كفر الشيخ والقطاع الطبي. التالتة على الجمهورية من كفر الشيخ الدكتورة آية. الدكتورة آية جات لي السنتر، سلمت عليها، قالت لي أستاذ محمد أنا أول مرة أشوف حضرتك، أنا كنت عندك طول السنة أونلاين. السلام عليكم، أنا آية محمد سليمان، مركز الثالث مقرر على مستوى الجمهورية. كنت باخد الجيولوجيا مع أستاذ محمد النمر، وكانت من أسهل وأبسط المواد عليا طول السنة. أستاذ محمد بذل معانا مجهود كبير جدا، سواء من ناحية الشرح أو من ناحية الامتحانات أو الأسئلة اللي احنا كنا بنحلها طول السنة، خصوصا في فترة المراجعة، الأسئلة اللي كانت متجمعة من مصادر كتير. وأنا كنت الجيولوجيا باخدها أونلاين طول السنة، ما نزلتش فيها ولا حصة واحدة في السنتر، ومع ذلك عمري ما حسيت إن في حاجة ناقصاني. وشكرا جدا لأستاذ محمد النمر على مجهوداته معانا، وربنا ينفع الطلبة بعلم حضرتك زي ما انتفعنا بيه. أي ما الطلبة بيقولوا من سنة 2001 الأسد ملك الغابة والنمر ملك الجيولوجيا. أستاذ محمد دي حضرتك سمكها صغير، لما اضغطها بقت سمكها كبير. والنعمة أنا اللي غلطانة، قلت أما أجيبهم لكم تشوفوه، والنعمة اللي طالعة فوق وما عندي جاية. فظهرت كائنات قررت إن هي تستقر فوق، اسمها ليه؟ الزواج. فلقي عادية تاني، قال لي عاوز إيه؟ قلت له لو سمحت حرك حضرتك الحائط العلوي. حاضر. ان انت لما تضغط عليها تني دي اسمها طيه. مين دول؟ قالك دول الجناحين. شوف الديناصورات بدات تظهر اهو، ثم اختفت الديناصورات بودعت، ثم ظهرت الحيتان، ثم النجم في الاخر الانسان ورياده الفضاء. الطرف الثاني اللي هو 3 امشي عليه، يبقى كده اكيد المعدن بتاعي اقوى من 3، والدليل ان هو ما تاثرش فيه. قيعان كل البحار اللي في الدنيا فيها فتحات بيطلع منها مواد منصهره. حتى القرآن يقول لك ايه؟ والبحر المسجور واذا البحار سجرت، فكل البحار مسجره بالنيران، يعني تحتها مواد منصهره. النظام الجديد بيعتمد على الفهم، لازم تبقى فاهم كويس. انصح الطالب اللي ناقصه حاجه لازم يبدا يلمها وبكميات قليله. اذا دخلت مراجعه وانت ما انتش مظبط الدنيا في كل المواد هتبقى المراجعه متعبه، لان انت بتحل اسئله مستويات عليا. لازم من دلوقتي تبدا، وعندنا في المنصه مقسمين الجزء دوت بشكل جيد جدا، كميات صغيره هتوصل، حضرتك هتستفاد اقوى منصه في مصر.